السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم مليحة. اليوم جيتكم فيديو جديد، وصفة رائعة لمحبي الشوكولا والكراميل. راح نشارك معاكم لي تارتولات بشكل جديد، يعني بشكل عصري، كاقتراح الحلويات العيد ان شاء الله. راح نبداو بالمقادير وطريقة التحضير. بسم الله. بالنسبة لاباط صابلي نحتاجو 125 غرام مارغرين، 3 ملاعق كبيرة سكر ناعم، لافاني، وملعقتين كبار نتاع الزيت. بالنسبه للزيت يمدلنا هشاشه، اما اذا ما تفضلوش ممكن الاستغناء عليه. نخلطوا المكونات مليح ونضيفوا حبه بيض زائد صفار حبه بيض. نخلطوا مليح ونلموا لاباط تاعنا بالفرينه حتى نتحصلوا على عجينه اللي تكون طريه و او ميم طون متماسكه مثل ما راكم تلاحظوا معايا الان. نخلوها ترتاح شويه ونبداو نشكلوا لي طارتولات نتاعنا. بالنسبة في كل مول تاع لي طارتولات وزنت 25 غرام عجينة الصابلي. نعدلوهم مليح ونحو هذوك الزوائد اللي يجوا من الفوقه. نديرهم يطيبوا على فرن اللي يكون ساخن من قبل على 180 درجة، نعسوهم حتى يطيبوا بهذا الشكل. فوالا هنايا راح نبدو نزينوا فيهم. كطبقة أولى أنا فضلت ندير القرقاع اللي ممكن تعوضوه بمكسرات اللي تفضلوها. اما الطبقه الثانيه راح ندير الكراميل. دونك الكراميل راح ندير طبقه اللي تكون مليحه. ممكن نتوما تخلطوا الكراميل بالمكسرات وديروهم كطبقه واحده يعني. هنايا راح نحاول نعدلها مليح ونخليهم شويه يرتاحوا قبل ما نغلاصيوهم بالشوكولا. فوالا هذا هو الشكل تاعهم، حاولوا تعدلوهم مليح. هنايا بالنسبه للشوكولا في كل 250 غرام نديروا ملعقتين كبار نتاع زيت. اما الكلاصاج يعني راح نغلاصيهم عاديين ونخلوهم ينشفوا. اما التزيين يبقى لكم الاختيار، يعني على حسب الذوق وكذلك على حسب المتوفر عندكم. هنايا انا استعملت هادو ليمول تاع سيليكون، راح ندير في كل حبه كونتيتي تاع شوكولا ونخلوهم ينشفوا في الثلاجه. فوالا الشكل تاعهم كيفاش يجي شباب. راح نلصق كل حبه بشويه تاع شوكولا، ما كتروش فقط شويه كما راكم تشوفوا معايا. ونحطوا الشوكولا اللي خدمناها بالمول السيليكون. راح نزيد كذلك هاد التزيين بالحلويات اللي نتباعوا عند لوازم الحلويات. وكذلك درت لمسه اخيره بالبانسو شويه تاع ناكري دوغي. فوالا هذه هي الحلوه تاعنا تاع نهار اليوم. نتمنى تكون عجبتكم، تجي بزاف بنينه بزاف هشيشه. فوالا انا هذه هي الوصفه تاعي تاع نهار اليوم. تهلاو في رواحكم، تهلاو في صحتكم. الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.